بيان إلى الرأي العام والمنظمات الحقوقية على شعور وإدراك ما تخطط له الدولة التركية وحكومة إقليم كردستان وعلى رأسهم آل البرزاني، وأنهم يريدون إتمام مؤامرتهم الدنيئة التي بدأوها منذ عام 1998 عندما خططوا لاعتقال القائد عبد الله أوجلان في شخصه، يستهدفون إرادة الشعوب، والآن هم يستهدفون النساء اللواتي لا يقبلن الظلم والاستعباد من قبل السلطات والذهنيات الذكورية، لأنهم يخافون من إرادة المرأة الحرة، فزادت اغتيالاتهم للرفيقات الناشطات والمناضلات، لأن حرية المرأة هي نواة حرية المجتمعات. لذا ندين ونستنكر استهداف النساء أينما كانوا، وآخرها كان استهداف جينا أميني وزينب صاروخان، واليوم يستهدفون الناشطة الحقوقية المناضلة ناكهان أكريسال في باشور كردستان. فنداؤنا للمنظمات الحقوقية ومجلس الأمن أن يضغطوا على هذه الحكومات الفاشية للتوقف عن قتل المرأة، لأن المرأة هي الحياة، وكلنا جينا وكلنا زينب وكلنا ناكهان أكريسال.